في سجون الانقلاب. رحنا له زياره 2/7 ما يقرب من ساعه ونص. بعد كده سمعنا صوت دوشه جامده، فقالوا لا ده صوت الجنائيين. الاهالي هاجت وكده، فين ولادنا فين ولادنا. دخلوا لنا الست 7 تنفار دول اللي هم المعتقلين عشان يهدونا وكده. فطبعا لقيت ابني داخل لي بالفانيلا الداخليه من غير شوز في رجليه، في زرقان خفيف تحت عينيه، وصدره كده محمر ورا ودانه، زي ما تقولوا جايبينهم ايه غصب عنهم يعني. وكمان كانوا عاوزين يخلوا الزياره من ورا السلك، بتبقى مده الزياره 10 دقايق زيهم زي الجنائيين. فهم طبعا المعتقلين رفضوا، فعملوا اضراب عن الزياره او اعتراض عن الزياره. فطلع ابني وكده عشان يهدينا ويهدي الناس التانيه. فبعدين دخل المعتقل تاني طالب في ثانوي، قال احنا بنموت احنا بنموت، وكان بيصرخ. فالمفروض قال له اقعد ساكت ما تقول لهمش حاجه عشان ما يوترناش. الاهالي كانت اصلا متوتره، كانت حالتها وحشه جدا. فبداوا يهتفوا. ضابط امن الدوله اللي هناك الله ينتقم منه، حسبي الله ونعم الوكيل، يقول له اضرب فيهم قنابل غاز، طلع الكلاب وكده يلا اطلعوا بره. كاننا قاعدين في بيته بالظبط. حسبي الله ونعم الوكيل. اسلوبه ده ينفع يكلم بيه امه او زوجته او يرضاه؟ المفروض دول يعني بيحمونا مش يهنونا. حسبي الله ونعم الوكيل. عنا ابوه، ابوس ايديكم واقعدوا ساكتين، ولعوا الدنيا بره، احكوا اللي بيحصل ده، بس هنا اقعدوا ساكتين. هتتأذوا معانا، الناس جوه متبهدله. فالمهم ما عرفتش منه اكتر من كده. حسبي الله ونعم الوكيل.